سلام، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة تاريخ سيناء. سيناء ماشي غير مجرد صحراء قاحلة، بل هي أرض قديمة عامرة بالأسرار. من آلاف السنين كانوا الفراعنة كيشوفوا فيها بوابة للشرق وكنز من كنوز الأرض، وهذا الشيء من الأسرة الفرعونية الثالثة والرابعة. بداو المصريين كيمشيو لجنوب سيناء باش يستغلوا النحاس والفيروز اللي موجودة فيها في أماكن بحال واد المغارة وسرابيط الخادم. الفراعنة نقشوا على الصخور أسماء الملوك ديالهم بحال سنفارو وخوفو وغيرهم. هاد النقوش مازال باقية حتى اليوم. والبعثات الفرعونية كانت كتقدم القرابين للآلهة، خصوصا الإلهة حتحور اللي سموها سيدة الفيروز. وهنا كيبان البعد الديني، كانوا كيشوفوا الفيروز ماشي غير مجرد حجر للزينة، بل هو حجر مقدس مرتبط بالآلهة. بناو معابد صغيرة وسط الجبال بحال معبد سرابيط الخادم اللي كان مكان للعبادة والتقرب للحتور. بمعنى آخر، سيناء ما كانتش غير من جمع المعادن، بل حتى أرض عبادة ومقدسة عند المصريين القدام. وماشي غير هادشي، سيناء كانت موقع استراتيجي، طريق طبيعي بين مصر وبلاد الشام، وبوابة مفتوحة على الشرق. هذه مجرد بداية القصة. الأهمية الدينية ديال سيناء ما وقفاش عند الفراعنة، من بعد غادي تولي سيناء مقدسة عند الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام. وهذا الشيء اللي غنكتشفوه في الحلقة الجاية.